برج الحوت المائي، واخيرا الشمس انتقلت الى بيتك الثالث، بيت العلاقات. اخيرا هدوء في علاقاتك. اخيرا المريخ خرج من برج السرطان وذهب الى برج الاسد، ابتعد عنك، كان قاعد لك. يا ساتر، ده انت كان عندك مشاكل على مستوى الاسره، كان عندك مشاكل مع شريك حياتك، كان عندك مشاكل مع شركائك في العمل، كان عندك مشاكل في حاجات كتيره جدا. بتنحل يا برج الحوت، واخيرا عندك فترة من الراحة وفترة حلوة وفترة من توطيد العلاقات وفترة فيها حب وفيها رومانسية حلوة جدا. حاول تستغلها. انت من الابراج اللي بتحب الحب نفسه، حاول ان انت تستغل ده، ما تكونش بس حالم ويبقى عندك دايما طموحات كبيرة في الحب. حاول ان انت تكون على قد الحاجة اللي انت فيها وتعرف انت رايح على فين. عندك فرصة حلوة لتحقيق فرصة سفر، عندك بداية شغل جديد، عندك راحة، عندك فرصة ان انت توصل لحاجة انت كنت بتتمناها على مستوى العلاقات. فرصة للقاء مع أشخاص من ذوي السلطة أو من ذوي الهيبة في بلدك أو في بلد آخر، تقدر تفتح لك أبواب في بلدان أخرى. لقاء مع مشهور أو لقاء مع شخص إعلامي هيدي لك دعم وهيدي لك قوة وهيدي لك فرصة إن أنت تقدم على حاجة جديدة. طبعا الناس اللي بتشتغل في مجال الإعلام، بتشتغل في مجال السوشيال ميديا، بتشتغل في الصحافة، بتشتغل في الكتابة، بتشتغل في حاجة زي كده، عندكم فرصة هائلة لتحقيق أمنية وتحقيق مكسب وتحقيق اسم يلمع من ذهب. اخيرا عندكم الفرصه دي. طبعا ده بعد ما الحمد لله المريخ خرج من السرطان، الابراج اتجهت الى برج الثور. لكن احذر من يوم 20/5. من يوم 20/5 هيبقى فيه تربيع فلكي مربع، شمس في بيتك الرابع، تبقى الانظار كلها عليك، تبقى الدنيا كلها مركزه معاك، منين ما تروح منين ما تيجي الدنيا مركزه معاك، الكلمه اللي هتقولها هتتحسب، الحركه اللي انت هتتلفت فيها هتتحسب عليك، كل حاجه محسوبه. فانت كمان حاول تحسب خطواتك. ممكن يكون عندك مشكله على المجال المالي او المشكله على المجال العملي، حاول تتخطاها وتحاول ما تخشش في المشاكل دي من يوم 20/5 ليوم 20/6 عشان تقدر تعدي منها. بعد كده الدنيا هتفتح معاك جدا يا حوت، لان المشتري كمان هيروح لبرج السرطان، ما تنساش كده، وهيدي لك دعم قوي جدا من يوم 25/6 ان شاء الله باذن الله. انا بقول ان انت عندك دعم قوي وعندك حاجه حلوه هتحصل، وعندك فرصه لتحقيق امنيه وفرصه على مستوى طبعا العلاقات الماديه والعلاقات الاسريه والعلاقات الحب والرومانسيه والكلام ده. لكن ممكن احذرك من حاجه، ان انت ممكن تدخل في مشكله بسبب ان انت هتبقى ماشي مع الحب بقى، ماشي مع علاقاتك الرومانسيه وماشي مع بيتك وماشي مع يعني اسرتك، مركز في حبك، مركز في رومانسيتك في علاقاتك، لكن مش مركز في شغلك. فخلي بالك من دي يا برج الحوت، ممكن تتعرض لمشكله عمليه كبرى ما تعرفش تتخلص منها وبسهوله. فحاول ان انت زي ما هتدي تركيز وتدي فرحه وبهجه لحياتك الاسريه اللي هتبتدي تستقر، ادي كمان بهجه لحياتك العمليه، وادي لها كمان فرصه انها ترتقي وتوصل للي انت كنت عايزه، لان انت من الناس اللي لما بتركز في شغلها توصل للي هي عايزاه. برج الحوت، بتمنى لك الخير والسعاده والسرور في كل حياتك. وكان معاكم ساره فوده، خبيره الفلك والطاقه والتربيه. سلام.